كده البطاطا بتاعتنا اللهم استوت. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. نطفي عليها لما ازيكم تبرد حبايب قلبي، هقشرها عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في اتم صحه واحسن حال. ونكمل نوريكم البطاطا هنعمل اللي ايه بعد قدامكم كده. دي انا سلقتها وهعملها بقى معاكم. كان في بشويه دي ملكوش دعوه بيها. هنبتدي نعمل البشاميل بتاع البطاطا. هنعمل صينيه بطاطا بالبشاميل. ازاي؟ حطينا 3 معالق دقيق وعليهم 3 معالق زبده بلدي، شايفين او شايفين. وهنقعد نقلب 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 كده اهوت لغايه ما تدينا اللون الذهبي. وبعد كده هنضيف لها كيلو لبن. هنعمل بشاميل مسكر مش بشاميل حادق، ده بتاع صينيه البطاطا بالبشاميل. حطينا عليها كمان نص كوبايه سكر وهي بتستلق، ونص كوبايه سكر وفي البشاميل. وحطينا كيلو لبن، وهنحط كمان فانيليا. بصوا السكر اهو نص كوبايه، حطينا كيسين فانيليا. وهنقعد نقلب نقلب. ما تشيليش ايدك من البشاميل عشان خاطر ما يكلكعش. هنجيب صينيه بايركس زي ما انتم شايفين كده. البطاطا اتسلقت وقشرناها وحطيتها كده زي ما انتم شايفين. حطيت بشاميل في ارضيه الصينيه، وبعد كده هحط طبقه بطاطا زي ما انتم شايفين اهو. انا طبعا كنت قشرتها وعملتها بالشوكه، هرستها كده بالشوكه زي ما انتم شايفينها كده اهو. هحط كده اهوت، وبعد كده هحط مكسرات في النص زي ما يكون عندك بقى. عندك زبيب حطي، بندق لوز حطي، عندك زبيب وجوز الهند بس جوز الهند جوز الهند جوز الهند برضو حطي. اي حاجه ما عندكيش اعمليها كده مش لازم. وهنحط طبقه البشاميل. شايفين البشاميل تخين مش خفيف. لازم البطاطا البشاميل بتاعه بيكون غليظ سنه كده عن البشاميل بتاعه المكرونه. وهنغطي الوش كده بتاعها، وهنحط كمان معلقتين قشطه كده يا سيدي. هو ده الكلام يا جدعان. صينيه بطاطا بالبشاميل تحفه تحفه، وفيها قيمه غذائيه عاليه لاطفالنا. تديهم كده قطع معاهم هم رايحين المدرسه، او تفطريها بيهم الصبح. البطاطا مفيده جدا لجدار المعده، بتحمي جدار المعده. شايفين الصينيه؟ طبعا هنا الفلاش كان مبيض قوي، شكلها كان فاتح. هتشوفوها دلوقتي على لونها الطبيعي. ظلمها الفلاش والله. اللي ما اشتركش بقى في قناتنا يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك. قطعتها اهو بس كانت سخنه. لما بتتحط في التلاجة بتطلع الخرطه بخرطه. بصوا دي سخنه، شفتوا؟ جميله تحفه، جربوها. جميلة وطعمها حلو ومفيدة لأطفالنا، والمكسرات اللي فيها مفيدة. مفيش مكسرات، ممكن تحطي زبيب وجوز الهند، ممكن تحطي سوداني زي ما يكون عندك، او ما تحطيش خالص. برضو الصينية فيها قيمة غذائية. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشجعونا كده، عشان اعمل لكم فيديوهات كتير كتير. عشان عندي ليكم مفاجأة قريب ان شاء الله. انتظروا المفاجأة القريب ان شاء الله. واللي طبعا متابعني هو عارف المفاجأة هتبقى ايه. سلام.